مساء الخير، انا مريت. النهارده بقى هعمل لكم اكله سريعه ولذيذه قوي، بحب اعملها كده يوم في الاسبوع. وكمان هي مش مكلفه، يعني بربع كيلو بس من اللحمه المفرومه هنعمل الطبخه الحلوه اللذيذه دي، وهتكفي معاكم يعني ممكن من 5 ل6 افراد. بجد مشبعه ولذيذه قوي. اول حاجه انا شوحت بصله متوسطه كده في شويه زيت بسمنه، وهضيف على البصله ديت نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وهقلب البصل بالفلفل كويس لحد كده ما البصل يدبل معايا. بعد كده هضيف بس ربع كيلو من اللحمه المفرومه. حابين بقى تزودوا الكميه مفيش مشكله، ربع كيلو يعني بيكفي وبيعمل كذا طبق. وبعد كده هضيف معلقه صغيره من الثوم المفروم، وهقلب كويس الثوم مع البصل واللحمه. وبعد كده بقى هضيف معايا عصير طماطم هيكون مركز. انا بعمل العصير الطماطم ده ازاي؟ يعني انا بسلق طماطم، وبعد كده لما بسلقها كويس بشيل القشرة بتاعتها وبصفيها برضو من المية، وبضربها في الخلاط، فبيبقى معايا عصير الطماطم مركز وحلو قوي. وطبعا تقدروا ان انتوا تخففوه بمية وقت الطبخة نفسها. دلوقتي بقى ضفت فاصوليا، دول حوالي برضو ممكن نص كيلو من الفاصوليا او اقل شوية. دي فاصوليا عادي كنت جايباها فريش، وقطعتها وغسلتها ونشفتها كويس وحطيتها في الفريزر. بعد كده ضفت مية تكون سخنة او مغلية علشان الفاصوليا تفك معايا بسرعة، وهقلبهم كويس مع بعض. وبقى بضيف في الوقت ده معلقة بقى صغيرة من السكر، بتدي طعم حلو للصلصة، وبتخلي الصلصة كمان متبقاش متعبة للبطن. وضفت ملح، طبعا اظبطوا الملح بتاعكم حسب الرغبة، وممكن تضيفوا بدل الملح مكعبين من مرقة فراخ، مرقة لحمة او مرقة خضار زي ما تحبوا. وطبعا تقدروا تضيفوا بدل المياه المغلية شوربة تكون عندكم، اللي موجودة عندكم استخدموه. انا ما ضفتش اي بهارات زيادة. انا بقى هغطي عليها واسيبها على نار كده متوسطة مايلة للعالية شوية، هتاخد حوالي كده نص ساعة او اقل على النار. في الوقت ده انا كنت بعمل الرز جنبها. اول ما الاقيها كده الصلصه كده بتبقبق كده بتعمل فقاقيع وتقلت، اتاكد برضو ان الفاصوليا تمام معايا. وفي الغالب هي اصلا الفاصوليا بتستوي بسرعه لما بتكون متجمده في الفريزر عن كمان لما بتكون فريش. وبس كده الاكله جاهزه معايا، حلوه وسهله ولذيذه بجد قوي. وكنت عامله جنبها رز ابيض. وبس كده ممكن تعملوا رز بالشعريه كمان، هيبقى قوي يعني هيبقى لذيذ قوي مع الوصفه دي. وجربوها وهي بسيطة وبالهنا والشفا. وما تنسوش ان انتوا تعملوا بقى لايك للفيديو، وتعملوا شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. وباي باي.